أنا ابن شعب غير معترف به بما فيه الكفاية حتى الآن. أريد أن أتكلم باسم الغائب، باسم شاعر طروادة. فإن الوحي الشعري والمشاعر الإنسانية قد تظهر أكبر في الهزيمة مما هي في النصر. أنت بتوخ. في الخسارة أيضا شاعرية عميقة، وقد تكون هناك شاعرية أعمق في الخسارة. ولو كنت أنتمي إلى معسكر المنتصرين لشاركت في مظاهرات التضامن مع الضحايا. هل تعلمين لماذا نحن الفلسطينيين مشهورون؟ لأنكم أنتم أعداؤنا. إن الاهتمام بنا نابع من الاهتمام بالمسألة اليهودية. نعم، الاهتمام بك وليس بي أنا. إذن نحن قليلو الحظ في أن تكون إسرائيل هي عدونا، لأنها تحظى بمؤيدين لا حد لهم في العالم. ونحن أيضا محظوظون لأن تكون إسرائيل عدونا، لأن اليهود هم مركز اهتمام العالم. لذلك ألحقتم بنا الهزيمة وأعطيتمونا الشهرة. لقد ألحقتم بنا الهزيمة ولكن منحتمونا الشهرة. אנחנו שר התעמולה שלכם. نعم، أنتم وزارة دعايتنا، لأن العالم يهتم بكم أكثر مما يهتم بنا. وليست لدي أي أوهام حول هذا الأمر.